بنسبة تفوق 70% أن حكم المحكمة الرياضية سيكون لصالح بيراميدز وخصم ال3 نقاط للنادي الأهلي في نهاية الموسم. وبقول لكم افتكروا اللايف ده أو افتكروا الفيديو اللي احنا بنقوله ده، لأن الكلام ده احنا جايبينه بناء عن بعض المصادر من داخل بيراميدز، الشكوى ردود النادي الأهلي اللي اتبعتت للمحكمة الرياضية، كمان رد نادي الزمالك او الشكوى اللي المنفصله نادي الزمالك هيقدمها ويقول ان هو والله انا قبل كده انسحبت اكثر من مره وتم خصم ال6 نقاط عليا، وهذا القرار لم يطبق على النادي الاهلي، بما ان نادي الزمالك كان طرف في مباراته مع النادي الاهلي، وهو هيتكلم في الحته بتاعته، مش هيتكلم في حته بيراميدز، هيتكلم في الحته بتاعته ان تم تطبيق عليها اللائحه اكثر من مره في حين لم يتم تطبيقها على خصم في نفس الواقعه. فكل هذا الملف بشكل كبير في مصلحة بيراميدز وفي مصلحة التسويف والتزوير وكل ما تقول، والمجاملات الصارخة اللي حصلت للنادي الأهلي. يعني خليني أقول لكم في بعض العصور أيام ما كان سحر الهواري كان بيتم الأمور دي بشكل قانوني شوية حبكها. المرة دي شكلها مكشوف ومفضوح وريحتها فايحة، مفاجأة لكل جماهير الكرة المصرية بننفرد بيها في صفحة خارج الصندوق، وتفاصيل لأول مرة هتسمعوها. أول حاجة عايزين نوضح الحكم اللي طلع من المحكمة الرياضية عشان اتفهم بشكل غلط واغلب الناس فسرته بشكل خاطئ، ان المحكمة الرياضية كده رفضت شكوى بيراميدز او رفضت الشق المستعجل. بيراميدز كان مقدم في الشكوى ان هو يتم الحكم بشق مستعجل او يعني بسرعه قبل يوم 27 اللي هي الجوله النهائيه في بطل الدوري. روتيني كده المحكمه الرياضيه عشان تحكم بشكل مستعجل قبل ما تاخد الاجراءات الروتينيه بتاعتها لازم يكون موافقه كل الاطراف، الاهلي، بيراميدز، رابطه الانديه. الكلام ده رابطه الانديه رفضت والنادي الاهلي رفض. النادي الاهلي رفض ليه؟ ان المحكمه الرياضيه تحسم الامر بشكل سريع. مش عارف، طب انت راجل واثق من موقفك، شايف ان انت ما انسحبتش على زي ما كابتن عبد القيع قال لك الاهلي ما جاش بس ما انسحبش، فما تفهمهاش كده. فانت شايف ان انت الدنيا تمام، ليه رفضت ان المحكمه الرياضيه تفصل في القصه بشكل سريع؟ فبناء عليه المحكمه الرياضيه ما دام في طرف رفض الحكم بشكل مستعجل بطبيعي بتؤجل القضيه للاجراءات الروتينيه. ده اللي حصل، ده اللي وصل لبيراميدز، ده الخطاب اللي وصل لبيراميدز ان هو رفض الحكم بشكل مستعجل بناء على رفض النادي الاهلي. رابطه الانديه كمان قدمت حاجه غريبه جدا، قالت للمحكمه الرياضيه ان مفيش مشكله ان انت ما تحكميش دلوقتي ولا تقولي بشان مستعجل، وان تاجلي القرار ده علشان ده مش هيأثر ان على بطوله افريقيا. كده كده لو احنا اعلنا النادي الاهلي بطل الدوري دلوقتي او بيراميدز بطل الدوري دلوقتي، كده كده الاتنين داخلين افريقيا. طب وانت مالك يا رابطه الانديه بقصه زي ان شاء الله بيراميدز يهبط، وانت مالك بحاجه زي كده؟ انت يعني شيء غريب جدا، انت مالك يا رابطه الانديه اللي المفروض الدوري المصري لكل انديه الدوري المصري ان القرار ده مش هيأثر على ان بيراميدز هيكون في افريقيا ولا لا. انت قدم طلب او قدم تبرر حجتك ان انت خصمت للنادي الاهلي 3 نقاط ولم تخصم له 6 نقاط، قول بناء على ايه؟ انما انت بتقول للمحكمه الرياضيه والنبي لا ما تحكميش دلوقتي واحكمي بعدين وسوفي في الموضوع، كده كده الاثنين داخلين افريقيا. دي حاجه غريبه جدا، ويعني حاجه كمان بتضعف من موقف النادي الاهلي وبتضعف من موقف رابطه الانديه وبتضعف من قرار لجنه التظلمات اللي كان غير عادل بشكل كبير جدا في القضيه. يعني بيراميدز كمان قدم بناء على الشكوى دي قدم طلب اخر بان المحكمه الرياضيه تحجب او تؤجل الاعلان عن بطل الدوري لحين البث في القضيه او الحكم النهائي. القرار ده لم يتم البت فيه علشان الناس حصل لي فيها لغط ان القرار ده تم رفضه اصلا. لا، هقول لكم المفاجاه، ان قد يتم خلال الساعات القليله المقبله حكم من المحكمه الرياضيه بحجب الاعلان عن بطل الدوري لحين البث في القرار النهائي. يعني لسه القصه دي ممكن تطلع كمان ساعات، لان بيراميدز كان مقدم على القرار والله يتم حجب الاعلان عن بطل الدوري او تاجيل الاعلان عن بطل الدوري لحين الحسم في القضيه. المحكمه الرياضيه لحد دلوقتي لم تنظر او لم تقول رايها في القصه دي، ودي خلال ساعات هتطلع. وبقول لكم خلال الساعات القليله المقبله قد يحصل في المفاجاه والموافقه على طلب بيراميدز في هذه القصه. المفاجاه الثانيه ان رد اتحاد الكوره ورد النادي الاهلي ورد رابطه الانديه اللي هم المفروض كلهم في صف ضد بيراميدز، كلهم ردودهم كانت سلبيه. اتحاد الكوره اول حاجه رماها، قال لك انا مش طرف اصلا في القصه، والقصه في لجنه التظلمات. طب لجنه التظلمات اللي هي المفروض من اتحاد الكوره، تبع اتحاد الكوره، بيراميدز اقول لكم بقى المفاجاه دي قصه تفصيله لم يعلن عنها احد من قبل في خارج الصندوق. بيراميدز اعتمد في شكواه مع المحكمه الرياضيه
ان لجنه التظلمات اجلت القرار اكثر من مره، وده كان للتسويف لانتظار شيئا ما. لو انتوا كنتوا متاكدين او في لائحه اتغيرت زي ما بتقولوا، ليه ما اعلنتش من الاول؟ ده بيراميدز استند عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، رد النادي الاهلي في قصه التحكيم والخطابات والكلام ده معارض او في تغالط بشكل كبير جدا ما بينه وما بين رابطه الانديه، اللي لم يبرر موقفه بل اكتفى بان هو يحصل تسويف للقرار. فبقول لكم امور بشكل كبير جدا هيتم اتخاذ فيها قرارات، الواقعه لن تمر مرور الكرام هذه المره، خاصه ان بيراميدز ماشي باجراءات قانونيه واضحه وصريحه وماشي في اجراءات قويه جدا. ونادي الزمالك برضه هيقدم شكوى في هذه القصه مرفقه للمحكمه الرياضيه خلال يومين. فكل هذا الموقف، خاصه الردود السلبيه للنادي الاهلي مش قويه وردود رابطه الانديه، كل ده بيعزز شكوى بيراميدز. بقول لكم عن مفاجاه هتحصل خلال الايام القليله المقبله.